لكن أنا عاوزني أتخانق لتحقيق هدف عنده هو، ده مش شغلتي أنا. وإنما في حديثي أنا أدنت الهتلرية والهتلرية الجديدة. الكلام بقى يفهموا بأي معنى. أنا تعمدت الحديث عن المبادئ دون التوغل في أمور يستفيد منها هو، ولا نريد أن نفيده على حسابنا. دكتور سرور، أحد الظواهر الجديدة هي ظواهر المحطات الفضائية، القنوات المختلفة، برامج التوك شو الاجتماعي والسياسي. كيف أثر ذلك على أداء البرلمان وعلى سلوك النواب وعلى إدارة المسألة في داخل البرلمان؟ كويس. هو في الواقع القنوات الفضائية ده مظهر هام جدا للإعلام ويدعم حرية التعبير، وإنما الأضواء والإعلام بتضعف الموضوعية في بعض الأحوال. داخل المجلس الرغبة في الحديث جاية من التلفزيون عشان يتشاف مع الناخبين، مش تعمل له سيلف ساتسفاكشن، الناخبين يشوفوه. القنوات الفضائية بقى النائب الذي لا يحقق هدفه تحت القبة بسبب قرار الأغلبية يذهب إلى القناة الفضائية يعبر عن وجهة نظره، فأصبح تنفيسا للنواب الذين لا يحققون أهدافهم تحت القبة بسبب قوة الأغلبية. وهذا يؤثر سلبا من وجهة نظرك في الأداء البرلماني؟ مالوش دعوة بالأداء البرلماني، ده داخل في حرية التعبير، ولهذا هو ما عندوش حصانة في اللي بيتكلموا في القناة الفضائية. لا يعني ما عندوش حصانة في يعني ما عندوش حصانة. يعني مثلا هو المجلس داخل المجلس يشتم يقول كلام مخالف القانون، هو عمله مباح. قد يسأل صحيح تأديبيا جوه المجلس، إنما لو خارج المجلس وقال أنا قلت كذا جوه المجلس كلام مما يعاقب عليه القانون يسأل عنه. يخضع القانون في هذا الحال. يخضع القانون، وقانون العقوبات ينص لا ترفع المسؤولية الجنائية عن شخص لأنه نسب رواية معينة عن شخص آخر حتى لو كانت الرواية صحيحة، طالما نسبه للرواية فيها كلام يوقع موقع المسؤولية. دكتور سرور، أسئلة في نهاية الحوار لأن الوقت تقريبا بينتهي. هل سببت لك قصيدة الدكتور علي لطفي التي قالها في مدحك باسم يويكا إحراج؟ أنا ما سببتليش إحراج لأن أنا واثق من حسن نية الدكتور علي لطفي. هو في الواقع كان حسن النية. ربما أنا في الواقع أصبت بدهشة فقط، ولكن هو كان في مقام تكريمي وكان حسن النية وأراد أن يتبسط بهذه الألفاظ فإنهال عليه النقاد نقدا. هل سوف ترشح نفسك في الانتخابات المبكرة في حالة ما لو كانت هناك انتخابات مبكرة دكتور سرور؟ هذا أمر لم أفكر فيه بعد. هل بتتوقع أن تحدث انتخابات مبكرة؟ أنا أجبت عن السؤال في الأول بالمعايير السياسية والدستورية والقرار في يد الرئيس. امتى هتبدأ الذهاب إلى مارينا دكتور سرور؟ والله يا ريت كده بعد كام يوم اغتص لي يومين كده بس اخفف، لان ده طلعت من الدورة على المنتدى البرلماني والحوض المتوسط، زيارة اثيوبيا، زيارة العراق، بعض الاعباء، وبعدين اتحرر شوية. هتتحرر، ولكن سوف يفتح باب الحوار في جلسات دكتور سرور الشهيرة هناك. انا ما عنديش جلسات خالص ولا عايز اشوف حد، كفاية الجلسات هنا. دكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. السيدات والسادة، شكرا لكم، وإلى اللقاء في مرات قادمة بإذن الله.